الملحن عمرو مصطفى كتب من فترة بوست سخر فيها من أغنية والله أبدا لعمرو دياب، واعتبرها إنها مشروع فاشل. فكتب وقال: الحكاية بدأت لما قررت أعمل أغنية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وتم مهاجمتي بكل قسوة من بعض المرتزقة. وبعد شهرين ذهب مؤدي لغناء شعر قديم وصفق له الجميع رغم فشل مشروعه. والآن ميم غنى ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وأدعمه في ذلك، ولكن لم نسمع صوت أي شخص من إياهم. طيب أنا عملت عمل خاص بي ولم أشوه أي عمل قديم، بل صنعت عمل جديد. طب هل الأستاذ محمد عبد الوهاب وابن فردون لو كانوا على قيد الحياة كانوا هيوافقوا؟ وأين الأستاذ المنتج من تشويه التراث؟ وأين الورثة؟ وأين؟ من الآن إذا تحدث عني أو تم ذكر اسمي بشكل لا يرضيني من أي شخص سيتم مقاضاته فورا. نحن نرسم الطريق وأنتم تتبعوني. دي حقيقة حصلت أمام الجيل الحالي لا مجال فيها للأكاذيب. كل ما عليك تتبع الأحداث بالتاريخ وجوجل شاهد.